السلام عليكم أهل المنطقة. برنامج يأتيكم من على قناة DIY حلم الشاب العراقي. هذا البرنامج راح نلتقي به بناس من منطقة معينة، نلتقي بهم ونسولف وياهم عن منطقتهم من أهل المنطقة. يعني مثلا نلتقي ويا ناس من بغداد، من البصرة، من الحلة، وبمنطقة معينة جزء من هاي المحافظة الحلوة، نحكي وياهم عن واقعهم، عن حياتهم، أمور واقعية، أمور مجتمعية. مثلا اليوم احنا بمنطقة البلديات، وبما انه احنا بمنطقة البلديات راح نحكي ويا اهل البلديات. عن شنو نحكي ويا اهل البلديات؟ شنو رأيكم بما ان احنا بالبلديات نحكي عن الواقع البلدي؟ اليوم راح نحكي ويا اهل البلديات عن الواقع البلدي، ومثل ما تشوفون وراي الواقع البلدي يقهر. قبل ما ندخل وياكم بالبرنامج وهذا الجو، اريد اسولفكم عن قناة DIY. قناة DIY هي حلم الشاب العراقي. هذه القناة اسسها سرمد اليساري. سرمد شاب يريد يعطي فرصة للشباب اللي ما حصلوا فرصتهم اعلاميا، يعني ما قدر يتوظف يحصل مكانه، ما عبر عن امكانيته الاعلامية. بهاي القناة راح نحصل فرصة، وهاي فرصة مقدمة لي، يعني معناها ناس ما حصلوا. زين انا ما محصل، انا واقف قدام كاميرا والنبي خايف من الكاميرا، بس نسولف وياكم وبوجودنا وبوجودكم راح نتونس. تفضلوا ويانا. السلام عليكم، رجعنا وياكم بمنطقة البلديات، نلتقي ويانا ويا الاخ. اسمك؟ وسام احمد. هلا ابو وسام. وسام شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون هالبلديات؟ والله زينه، بس شنو شويه نعاني من هاي الزباله، من تبليط الشوارع، هاي بالشتاء تفيض، هاي الزباله يعني تكرم شوفة عينك. هسه اتمنى من الولد يصور ويشوفها شنو. صحيح بالشتاء تفيض. صحيح مبينه، هي مشكله. شويه خدمات ماكو. بالشتاء شو يصير عندكم بالشتاء؟ تغرق، طين للركبه يصير. زين وسام، زين انت تشوف تقصير بس من البلديه انه ما يشيلون الزباله، ولا تشوف الناس هم مقصره؟ والله هي التقصير من البلديه الاول، اما الناس شاريه شنو ذنبها يعني؟ وين تشمر؟ ماكو مكان محدد لها حتى تشمره يعني. لو هسه هم يجيبون حاويات كبار كليتنا نقوم نشمر بيها، بس شنو ابد ماكو حاويات، البلديه ماكو ما تجي. هسه احنا مرات تم الزباله سد الشارع، نجمع من يمنا احنا بالشفلات نشيلها ندفعها اللي غالي. عظيم والله، ابطال. زين وسام، سؤال يعني انت ايش قد صار لها هاي الزباله هيك الان صارت هذا المستوى؟ ايش قد فتره؟ والله هوايه. قبل كان نعيم ابعوب، لا كل فتره يجون يشيلونها بالكابسات واليات تجي تشيلها تلمها. فمره احنا نعيم ابعوب شويه هملت، كل شهرين كل هيك تجي قلابات. يعني قبل كانوا يجوها؟ قبل كل اسبوع بالاسبوع مرتين مره يجوها. يعني انا اشوف قدامي، طبعا المشاهدين يشوفونه، هاي قدامي الساحه كلها متروسه، يعني منظر حيل متعب. وشكرا وسام حبيبي، يعطيني بوسه. بوسه. هاي اهل البلديات. بعد ما التقينا ويا وسام سولفنا وياه عن الواقع البلدي بمنطقه البلديات. وسام شكالنا من هاي الحاله اللي تشوفوها وراي يمكن بظهري، يشكي لنا يقول يعني هاي المنطقة الزبال بها صار لها فترة متكومة من كان زمن نعيب عبعوب، هذا عن لسان الرجل هو من أهل المنطقة، يقول كانوا يجون يشيلوها فترة وانقطعت هاي العملية، قاموا ما يجون يشيلوها. زين احنا منا نشارك بمناشدته، احنا باعتبار جينا نزور المنطقة ونريد نوصل صوتهم، احنا نكمل مناشدته. هاي الساحة يم جامع قالوا لنا اسمه حسينية كاظم الفاضلي، السيد كاظم الفاضلي. هذه الساحة تشوفون واقعها المرير، يعني حقيقة تقهر. وهاي واحدة من الحالات اللي شفناها بمنطقة البلديات، وياها همينا نطالب المجلس البلدي اللي هي تابعة اعتقد الى مجلس بلدية الغدير، نطالبهم بانه يجون يشوفون حال العالم هاي، يعني الشكاوى هواية توصل. احنا من هذا موقعنا نتمنى انه صوتنا يوصل، ونتمنى انه ايضا نلتقي بعد بناس اكثر ونشوف اكثر شكو بهاي المنطقة، ونفس هاي مشيتنا انتم تشوفون هذا الواقع، هاي الحياة الموجودة هنا، يعني حقيقة قهر. والله ما اعرف شو اقول. ان شاء الله يسمعون صوتنا ويتعاونون ويانا، واحنا هم التمسنا منهم تعاون كبير، يعني الناس واجبهم هذا ودي يأدوه ما شاء الله عليهم. احنا ننتظر بعد منكم اكثر واكثر. وهاي الحالة تشوفوها يمكم، منطقة تشوفون ناسها طيبين ينحبون حقيقة، يعني الولد كانوا على باب الله هم يشتغلون حدا واحنا سولفنا وياهم، حيل طيبين، جابوا لنا مي وشاي وكانه ضيوف احنا جايين عليهم، بينما احنا يعني همنا من بغداد واخواننا هم. فتشوف الطيب عند الناس، وهاي ما تستاهل والله العظيم، هاي الناس والله ما تستاهل. تحياتنا لكم، وراح نفتر بعد بالبلديات ونشوفكم. السلام عليكم.
من ساحه مجاور سوق الميت بمنطقه البلديات، سوق معروف بمنطقه البلديات. لقيت هذا التاير محترم، المايك اجيبه لازم. هذا التاير المحترم مشمور هنا صار له فتره، خوش تاير، وتشوفون هاي غراضها مشموره هوايه. اذا نستثمرها ايش قد تطلع هاي؟ والله تخبل بشرفكم، تخبل لا ما تخبل، تشوفوهن باعوهن. هذا الدخان الزين. طبعا هو يقول لك ليش صار عندنا احتباس حراري جدار الاوزون ينثقب؟ عموما هاي مساله ثانيه مره نسولف عليها. الناس تشتكي هنا من الازبال، هذا اول شيء انتبهنا عليه، من قله خدمات رفع الانقاض. يعني يا ريت لو تجيبون لهم حاويات كبار، حاويه من هاي قديمه كنا نشوفها البرتقاليه فدوه لعينها، كبيره وتنترس وبسهوله تتفرغ، لو تجيبون لهم حتى نخلص من هاي المناظر. والله ما حلوه، ناس طيبين وينحبون، وهاي البلديات منطقتنا يعني من بغدادنا هاي حرامات. مناشده من الناس، والله اكثر من واحد هسه يقول لي ورا اسوي يا لقاء ينهزم، طبعا يستحون الناس من الكاميرا مثلي نستحي، فاقول لهم على هاي الشغله، يقول لي يابا احكوا لنا على هاي الانقاض، احنا بدنا ننقل لكم الواقع مالتها. اتمنى مناشدتنا توصل وبعد وياكم وطابين السوق الميت. السلام عليكم، بعدنا وياكم بالبلديات وطبينا السوق الميت، بس لقيناه حي وبي ناس عايشه وحيه، وبغداد كلها حيه ان شاء الله وما تموت. ونلتقي بالحجي، لسن بالخير. ابو عمار. يا هلا بابو عمار. ابو عمار شلونك؟ الحمد لله. الله شلون صحتك؟ الله يخليك. الله يسلمك. ابو عمار شلون هالبلديات؟ والله وضع تعبان ابو، يعني حال العراق كله تعبان. والله صحيح. زين، من ناحيه النفايات، من ناحيه المي المجاري طافح، من ناحيه الكهرباء تعبانه. كله تعبان. زين ابو عمار، الكهرباء شنو مشكلتها؟ احنا شفنا النفايات، بس الكهرباء شلون يعني؟ والله الكهرباء مو زين ابو. اولا قطع مالها مستمر، يعني البارحه عندنا عاطله 3 ايام كهرباء ماكو، لا ليل ولا نهار، هاي الوطنيه. اما السحب، يعني السحب تعبان ابو. هاي قل لي اسعار السحب هنا غاليه؟ والله غاليه. هسه عندنا الذهبي ب20 والمو ذهبي ب15. زين ابو عمار، اشوف هنا وضعيه السوق بيها يعني دي يشمرون زباله هوايه زباله هواي. هذا شلون تتعاملون وياها انتم؟ والله نتعامل هذا وش نسوي، هذا الوضع هذا، والعراق هو كله هذا الوضع ماله. صحيح. كله تعبان. صحيح. اي. زين ابو عمار، هم تشوف مرات يعني ولد المنطقه يطلعون يلمون، لو تجي البلديه تلم؟ لا ماكو، البلديه مرات تجي. زين، ومن يجي هماتين ازيدك علم، اذا ما تنطيه ما يشيل الزباله مالته. يعني ياخذ فلوس على الشغل؟ اي طبعا. على واجبه ياخذ. اي ياخذ واجبه. ايش قد ياخذون يعني؟ والله يعني 500 ألف دينار. يعني بخشيش يعتبر. بخشيش، بس هو مو بخشيش، اذا ما ياخذ ما يشتغل. اي ما يشتغل. هاي مشكله جديده. زين، الوطنيه شلون توقيتاتها هنا؟ والله توقيتها ساعتين ومرات 4 ساعات تنقطع. تيجي ساعتين. يعني شبه ماكو. اي ماكو. ضعيفه الوطنيه. معدوم. زين، اكو حاله انا انتبهت عليها، يعني شفت لي قدام اكو مناطق نظيفه حيل، لي قدام بالبلديات يم الامن العام يم المديريه. والله هذا ماكو نظيف ابو، هسه العراق كله تعبان. وين النظيفه؟ يقول لي يا منطقه نظيفه. والله هي كلها تعبانه، بس شفتها احسن من هنا، ليش هنا هيك الوضع؟ والله هو هذا ابو، منطقه جديده ومهموله، اصلا مهموله نهائيا مهموله. خدمات ماكو، بلديه ماكو، تنظيف ماكو، كهرباء ماكو، مي ماكو، مجاري طافحه ليل ونهار. مجاري هاي مشكله جديده. اي مجاري. شنو صارت المجاري؟ مجاري هذا بسوق الميت، واللي احب اسميه السوق الحي، مو ميت هو. التقينا بالاخ. الاسم؟ علي. ابو حسين، شنو رايك بالبلديات ومجتمعها؟ والله البلديات بالنسبه للعالم مجتمع انسان بسيط يعني عايش بيها، مجرد بشريه جاي على قد عيشتها، لا مشاكل لا ابد، بس خدماتها بالنسبه لها كلها تعبانه. هاي كل الناس بدها تحكي عن موضوع الخدمات كل الناس تعبانه، واذا تحب صورتها يمكن ما ادري لا من طبيت، شفت زباله يعني ازيد من اللازم، يعني هسه تمشي على الشارع الريحه ذاك الصوب تصطرك سطر. صحيح. بالنسبه للشارع يحفرونه، هاي صار ازيد من 3 مرات 4 هذه يحفروه يبقى 3 ايام 4 سايد واحد. العالم ابهاتها مشتعله هيك صايره سايد واحد. واي والله العظيم صحيح. لا سولف جرب من ينحفر الشارع، تعال جرب. صح. هذا الشارع عندك مال المرور الثاني
يمكن هاي الله لا يكذبني 5 مرة 6 اللي مرة وصل الظهر السوق اللي ظهر السوق من هناك من تدخل التقاطع مال المرور. زين هذا يمكن 5 مرة يحفرونه، بس بهاي السنة يمكن 3 مرات حفروه. يحفروه على مود شنو؟ يحفروه على مود اكو مجاري ما اعرف ما ادري شنو اللي عندهم هم. يحفرونه مرتين 3 صار بس بهاي السنة. يعوفونه عن نص لحد الان. يحفروه ما يكملوه. الحفارات مالتهم لحد الان موجودة وهم باقي سايد واحد. هاي مشاكل المنطقة. زين سمعت ناس تحكي عن الكهرباء، شلون الكهرباء هنا؟ والله الكهرباء مرات زينة ومرات يقول لك المحولة طقت ما تتحمل حارة ما ادري شنو ما تتحمل. يعني شلون المحاولة يقول لك تنفجر ما تتحمل، نبدلها المحاولة، غير المفروض؟ غير المفروض انت مكان ما تبدلها هاي ما تتحمل خليك محاولة ثانية، خليك محاولة ثانية ما راح يصير لود عليها ضغط وراح ينتهي كل شيء. الحلول موجودة. زين بس اكو من ينفذها؟ اكو تقصير واضح، يعني كل الناس تحكي تقصير واضح عندنا. زين اكو شغلة ثانية، المجاري هم سمعت يحكوا عليها، شنو فيلم المجاري؟ المجاري اكو عالم هسه هاي ببيوت تجاوز جرت على حسابها مجاري، هسه ترى تحب بهذا اول شارع منا شارع هذا 60 مال الصحفيين بنهاية شارع الصحفيين روح اذا تحب مر عليه وشوفه تقول احنا بالساب الازرق يعني غرقان يعني المجاري طاقه بيه. زين هذا بتموز طاقه زين بالشتاء شو يصير؟ يراد لنا بلامه نعبر بيها. هاي بالشتاء يعني تغرق كلها؟ طبعا هذا شارع المصرف ما ينطب. انا ابو تاكسي 8 ايام سيارتي عاطله 8 ايام مقطوع رزقك 850,000 يلا صلحتها بسبب المي. بسبب المي طبعا بسبب من؟ اذا هاي مناشدات هوايه اذا توصلكم ويا ريت لو تتحركون. شكرا انا ابو حسين، اعطيني بوسه يا ورد. هلا بك ابو حسين. نلتقي شاب لاخ. تعال ايش عندك؟ اسمك؟ احمد. حمودي شلونك؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ الله يخليك. الف رحمه على عاشت ايدك. الف رحمه على عاشت ايدك. الله يعزك حبيبي. حمودي شلون هالمنطقه؟ والله نعمه. انت وين بيتكم؟ انا بالنهروان. بالنهروان. شلون لقيت اهل البلديات؟ انا من زمان ببغداد. زين اهل البلديات شلون لقيتهم؟ هم لقوني بالعكس لان انا شغل ببغداد جديده من زمان ببق صدام احنا شغلنا ببغداد جديده. زين الناس هنا شلون حركه؟ هم تقعد بقهاوي؟ لا ما تقعد بالقهاوي. زين هنا الشباب تلتقي بيهم اصدقائك؟ ما صار عندك اصدقاء؟ لا بالعكس طيبين كلها ناس طيبه وناس يعني خوش وادم. زين انت بما ان انت موجود هنا بالمنطقه تشوف اكو مشاكل نقص خدمات نقص حاجه يعني احنا هاي الناس اللي نسمعها وايد تحكي عن الموضوع. والله هي من تجي الخدمات ماكو خدمات ابد والله. هاي تعال بالشتاء تلقاها غرقان هاي البلديات. هي ارقى مكان هذا هسه غرقان. هذا ارقى مكان البلديات. وهاي الزباله شوفها ترس الشوارع يعني ماكو بلديه. ويعني هواي شغلات لما تجي للدوله كل شيء كلهن فاشله. كلها فاشله. زين اقول لك بالنسبه تغرق المنطقه بالشتاء وايد يقولون تغرق كلها يعني بلا مبالغه بلا البيوت يطلعون منها. لا والله حسين يطلعون من زين شلون تتعامل؟ يعني ملوا هسه اكو بيوت طب جوا كلها للبيع دار للبيع يعني ما زين انا برايي يعني انا اسمع من الناس وانا همين اقول انه اكو تقصير من الناس نفسها مو بس من الدوله او مو بس من البلديه. يابا هي مو الدوله هي لو موفره الناس هم تتعاون وياها. شو توفر يعني؟ يعني الخدمات ما موفره شيء. يعني حاول انا اقول لك هسه احنا من نطلع منا على الجديد على الجبس الفرنسي زين. تعال للشارع اجوا عود مدوا كيبل خربوا الشارع وهو تعبان وروح شوفه طق البوري والشارع فايض وطسات يعني ما حد بحال. هاي الخدمات عاشت ايدك والله عاشت ايدك حمودي. اعطيني بوسه تشرف بيك فدوة قلبك. تحياتنا لكم. ننتقل مكان ثاني ونلتقي. وبعدنا بالبلديات واحنا نفتر بالبيت التقينا بهذا الشاب الحلو واللي هو جزء من حمله سولفي عليها كلش عجبتني حبيت اشوفكم اياها. اسمك؟ علي من حملة شبابنا هم التغيير. شبابنا هم التغيير. سولفي عن حملتكم علاوي، شنو كان موضوع الحملة؟ الحملة هي انطلقت عن طريق الشباب والبنات اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. فتجمعنا من أكثر من محافظة وتقريبا جميع محافظات العراق. من جميع محافظات العراق حلو. وتم تأسيسها من شباب بغداد وكلها انضمت ورحبت بالحملة. أول فقرة انطلقت بالحملة هي كانت الضغط على أمانة بغداد. الضغط على أمانة بغداد بأي موضوع؟ عن موضوع النفايات اللي متجمعة بالأماكن غير مخصصة لها. زين شلون كانت عملية الضغط؟
كانت كلش كبيره وواسعه، ولاقت ترحيب من الجميع عن طريق تصوير، يعني اي شيء تشوفه يمك تصوره، الآلية تصور وتدزه انه تحت هاشتاج واحد اللي هو معا ضد الفساد للنهوض بالواقع الخدمي. حلو، كلش حلو، زين. وهم وياه هاشتاج شبابنا هم التغيير. اكيد هذا حقكم. لاقينا ترحيب بالفكره من قبل البلديات المسؤوله عن المناطق، بلديه الغدير، بلديه الكراده، بلديه غيرها هوايه. زين، تفاعلوا وياكم؟ تفاعلوا ويانا، والصور دزيناها لهم، يعني استجابوا انه، وموجودات الصور. نظفوا المواقع اللي طلبتوها يعني؟ اللي طلبناها، فاللي نطالبه تضامن ويا هذه الحمله لان شفناها حققت نجاح. والله انا بالنسبه لي الموقع هذا يعني كلش تفاعل وياكم حقيقه، واتمنى يعني لو اقدر اساهم انا همينه بالحمله، حمله كلش حلوه ومفيده. جدا، مو يعني اي يعني بما انه يتفاعلون يعني هذا عشمنا بيهم. شفنا هسه ترحيب كلش قوي، يعني اي منطقه جاي ندزها لهم جاي بسرعه ينظفوها. ثاني يوم مثلا اليوم بالليل، ثاني يوم تطلع السيارات، تطلع الاليات. زين، اكو شغله علاوي، انت يعني بعد ما تشوف نظفوها تشوف الناس وراها بطله الذب وصاخه بالمكان؟ طبعا اذا خصصوا اماكن خاصه للنفايات، حاويات بين كل مكان ومكان، حاويات يفترون العاملين، الاليات تجي تفتر كل يوم، ويعني بين وقت ووقت تكون يعني قصير هي موجوده. زين، هم جابوا حاويات خلوها لو بس نظفوا والله اللي شفناه بس تنظيف ما يخالف كخطوه بدايه يعني. زين، من موقعنا هذا نطالبهم حاويات ان شاء الله، منها للاعلى منها ان شاء الله. ان شاء الله. تحياتي لك علاوي، اعطيني بوسه يا ورد، وتشرفت بيك. هنا أنا لازم اختم، لانه تشوفون الشمس قليله وراح تظلموا الدنيا، فمن هالموقع ادز تحيه لكل اهل البلديات والكل اهل بغداد والكل اهل العراق، وشفتوا الطيب وشفتوا الناس شلون متعاونه بيناتها. وبالمناسبه شفت ناس تنظف الشارع، يعني هاي احنا بدنا نحكي على الواقع البلدي بما انه نحب البلديات، شفت ناس تنظف الشارع هسه واحنا نتمشى. كلش حلوه هاي الروح، خلينا نحافظ على بغدادنا حلوه، ولقينا مناطق حلوه همين بالبلديات لازم نشيد بيها بصراحه. هاي من عام انا من جيت شفتها كلش حلوه نظيفه، ونافوراتك وامور مرتبه. بس شوي هنا بهاي الصفحه لا لقينا طسات وزباله وواقع مرير. تفاعلوا ويانا واحنا موجودين، وهمنا البلديه ان شاء الله بلديه الغدير تحياتنا لهم، يتعاونون ويانا ويا هذا الشاب الحلو اللي هسه التقينا بيه. ايش قد حلوه هاي، خلينا نتعاون. تحياتنا لكم، نلتقيكم بحلقه جايه، باي.